الصبح اللي عاملين وشوف حاجه انا كده انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه. انا والله ما عايز على الطلاق، عايز ارجع البيت. بس لو سمحت في خصم بعد اذن حضرتك كده مش هسمعك. عارف ليه؟ قول لي ليه طيب؟ اسمعني بعد اذنك. ليه؟ احنا لسه بنقول ايه؟ احنا اذكياء قوي يا جماعه. قلنا يا جماعه اللي يتكلم وايه رايكم؟ شوف احنا قد ايه؟ كلنا قمنا مره واحده وكلنا عايزين نتكلم. نسمع مين ويتكلم مين؟ يبقى نتكلم ايه؟ بالراحه. لا هاخده هو برضه عشان ايه ما يزعلش مننا. تعالى يا عم. انا في الاول والاخر مش عايز ارجع المركز. لان هو في فساد لغايه الوقت. اهدى شويه. احنا قصه فساد هيتعالج. احنا جايين علشان نغير اللي فات. اللي فات مات. ادي لي شهرين بتعاين. ساعه ما رجعت نزلوا قرار قالوا لك الناس اللي هتثبت الناس اللي قاعده 3 سنين متصله. يعني الايام اللي انا غلطتها الايام اللي عدت راحت عليا. 3 سنين غلطتها في الايام المتاخره وفصلوني هم عشان خاطر ما فيش ميزانيه. قالوا لي لا انت بتقعد في بيتك عشان ما فيش ميزانيه. فساد سنه كام؟ والله ما اعرفش لان انا ما اعرفش. في حد كان شغال في التوقيت ده معاه؟ طب اتفصلتوا سنه كام؟ 2008 علشان ما فيش ميزانيه؟ ايوه. امال هم كانوا معينينكم ليه؟ يبقى المفروض يحسبوا لي الايام اللي انا عديتها لان استنى بس. يعني من 2008 ل 2011 وانتوا مسدودين بالدفاتر ان انتوا لسه بتشتغلوا. اهدوا شويه. انا بقول لك محطوطين، في ناس محطوطه بالدفاتر ليه؟ لان ما بيدفعش تامينات. التامينات دي بالفعل يا جماعه مفيش حاجه اسمها تامينات عندك. المرات اللي بيتكلم عليه الاخ حسام المشكله في التسجيل بيقول ايه؟ كل من امر 3 سنوات متصل لغايه لغايه 1/3/2011. معنى 3 سنوات يعني من 1/3/2011 1/3/2008. طب انا ما قعدتش في ناس كانت شغاله. في ناس كانت شغاله قبل كده 2001 و2004 و2005 كل ما عجبوش المرتب وطلع ليه واللي اشتغل اعمال حره ماشي ورجع لي في ايام الثوره. يبقى انا مرتبط بتاريخ زي ما قال لي القرار مرتبط بيه. كلام كده واحد اشتغل في 2005 يجي يقول عم تتعين النهارده او يكتب اسمه من ضمن. بس انا ما قعدتش في المساجد، هم اللي قعدوه. ما قعدتش في المساجد وكنت متابع الشغل اللي كنت بقى يعني ما قدرتش اعمل ايه. خلاص المشكله دي وصلت وهنحلها. ماشي. لا على دي ده بقى سنتين ونص واتفصل مفيش قرار فصل. يبقى هو كده متصل على المنتج الجديد ساعتها. الاستاذ محمود المصري ده هو اللي بيحكي الصح. خلي بالك في المجلس هنا لما الدرس الجديد في الاعلان ده بيحكي الصح عشان ما ينضربش. ده ما طلبوش قرار فصل والاستاذ محمود المصري قال كده صح؟ طب يبقى ده على المنتج الجديد كده متصل لحد الان. صح؟ يبقى ده كده محدد التثبيت ومالوش تامين. طب انقطعت عن العمل؟ ما انقطعش ب3 يعني انقطاع عن العمل بس هو اللي معك بالتثبيت. صح؟ اي واحد كان شغال من 2004 لغايه النهارده ليه تامين وفيه كشوف ونقص نفس التامينات والحسابات فيها كشوف الحسابات لما تطلع للهيئه العامه للتامينات. هو بيتكلم على تامين حكومي ما كانش مثبت عشان اعمله تامين حكومي. واخد بال حضرتك؟ هم كل واحد راح التامينات ويجيب له ورقه غير مؤمن عليه. شهر واخد بال حضرتك؟ بيتسال على رئيس الحسابات يقول الكلام ده. انا اسال حضرتك سؤال. التامينات هنا في مطالب ايه؟ طيب هقول لك على حاجه. احنا هنجيبها من التامينات باسواق انتوا بيدفع لكم كويس تمام. ما كان بيدفع لكم والله لا دخلهم السجن وانا موجود معاك. والله من اصغر واحد لاكبر واحد ادخله السجن. عايز حاجه ثانيه؟ تاني حاجه هتيجي شهرين شغال شهر 19 يوم صرفوا لنا شهر 3. انا في الشهرين دول استلمت حوالي قاعد في عشان اشرب على العيال. انا بقول ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ عشان نبقى بس واضحين. احنا قلنا انت قلت المشكله. اما قصه الرجوع للشغل دي انا حليتها مع ايه؟ مع سياده المحافظ. لكن قصه ان القصه دي ماشيه كده والله العظيم وحياه لا اله الا الله لو على راسهم مين هيخش السجن.
ما هو ده. احنا جايين نعمل ايه؟ عايزين كلنا نقول حاجه واحده يا جماعه. لحظه، عايزين نقول حاجه واحده. عايزين ننسى اللي فات ونغير في الحياه اللي جايه. لو ما كانش عندنا مبدأ في اللي جاي مش هنبقى رجاله. بالظبط. الشرك يتشال والنصب يتشال. كله. لا مفيش حاجه اسمها ايه يتشال بس، ده يتشال ويتحاكم. لازم يخش السجن عشان يعرف ان الله حق. المشكله احنا قلنا له على الجماعه اللي جايبين ورا، قال حليتها ومش هتكلم فيها غير لما يجي الرئيس دلوقتي. قال انتوا مشكلتكم اتحلت ومش هتطلع من هنا غير لما يجي الرئيس يبعث يوصل ابوي جاي. اتحلت يا بيه. قال لك احنا عارفين مش لما يجي الرئيس اتصلوا بيه جاي. يا جماعه احنا اتعودنا عليه مع بعض يا رجاله. وما نخلي ايه بقى اللي اصغر مننا، ده احنا اللهم صل على النبي كلنا رجاله زي الفل. نسمع بعض ولا نتكلم؟ قول يا حبيبي. ورحت لشباب الخريجين وقدمت على وظيفه عامل النظافه وجاتني عامل، والجواب قدام حضرتك. لما جيت هنا شؤون العاملين قلت له انا في غيري شغالين على اساس ان هم عامل واداري، وداني الحجز الاداري 20 يوم بالظبط، وطلب مني ان انا انزل اكنس في الشارع وانا حاصل على دكتور. قلت له طب خليني زي غير اداري. قال لا. رئيس القسم بتاع الحجز الاداري قال له خليه معايا انا محتاجه لو عامل. قال له لا. رحت للحاج موسى قال له ما ينفعش في غيره. قال له لا، ده رئيس شؤون العاملين الاستاذ علي. فجيت طبعا قال لي خلاص تروح ابو عزيز. فرحت ابو عزيز، انا فطن بيا ان انا احصل على دبلوم وفاهم في الكمبيوتر، انا الوحيد في ابو عزيز، فخلوني كسبت الكمبيوتر. جيت له تاني قلت له غير لي المسمى الوظيفي، خليني كده. كلمت على المشكله بتاعتنا قال لا انت عارف. وفوجئت يوم الصبح ايوه كلمناه قال لك هترجعوا اتحلت وهترجعوا، بس انا قاعد مستني الرئيس عشان يبقى قدام الكل. والعمال قاعد. مشكلتكم انتوا رجوعكم المجلس اتحلت. وقلنا له يا بيه قلنا له معرفين. قالوا النهارده هيوضع لها حل. وهاي يا بيه جايب اللابتوب يا بيه وقرار المحافظ معاه برجوع للشغل. اللابتوب قدامه يا بيه وقاعد مستني الرئيس عشان يسمع القرار اللي خده امبارح صوت وصوره. انا كلمته طب انا زيه كان بس قال لي اركنوا موضوعكم انتوا على جنب لما يجي الرئيس. اتصلوا بيه وجاي. ايه هو نوع الشغل؟ كلمه عامل تنطبق عليها كل حاجه عشان ما حدش يضحك علينا. شغلوا لنا السماعه لو سمحت. الكهرباء فصلت يا بيه. هو قال لي اديك ناس في الشارع هتروح ابو عزيز. ولما دخلت للرئيس بيقول لي احمد ربنا ان انت طالع عامل. وعملت له بنفس الطريقه. سلكتين يا بيه اوعى. عايزين يا جماعه نفرق اهم حاجه يبقى بنشغل دماغنا. نعرف اللفظ بيقول ايه. ده الفرق بينكم وبين الناس اللي مشغلينكم. في ايه؟ اللفظ اللي عنده علشان هو راجل موظف فاهم الكلمه بتقول ايه ويتلاعب بيها زي ما هو عايز. يعرف ينميها ويعرف يدنيها ويعرف يخفيها. خدوا بالكم من دي. لازم تتعلموا تتكلموا مع الناس دي ايا كان هو مين. تعرف اللفظ بيقول ايه. كلمه عامل تنطبق عليها كل حاجه. يقدر يحطك في النظافة، يقدر يحطك في الإشغالات، يقدر يحطك في المواقف، يحطك في الدواجن. صح يا فندم؟ تمام. العامل اللي هو تنطبق عليه اللي هو خدمة معاونة. ده يبقى عامل ويبقى عامل مضافة، عامل في الشارع، عامل في الديوان، عامل في أي مكان. معلش يا بعض انت بتقول لي عامل يكلموا بالرمايه ويطلعوها حسب ما هم عايزين. انا بتكلم في حاجه حضرتك. انا بقول لك العامل كلمته تنطبق على ايه؟ العامل تنطبق على الخدمه المعاونه. ما انا لسه بقول لحضرتك الكلام ده وبوجهه للناس. حضرتك قلت لي لا مش مظبوط. لا انت قلت بيعلوا فيها وينزلوها. استاذن حضرتك. معلش يا جماعه هو ممكن يكون بس ايه سوء الفهم بيننا بيخلينا مش عارفين اللفظ رايح فين. لازم كلنا نبقى عارفين الكلمة بتقول ايه. نسمعها كويس علشان نعرف نرد على بعض. نسمع كلامنا من هنا ورايح نشوف لفظنا رايح فين. اللفظ بيغير معنى.
مش الكلمه هقولها لكم ببساطه وخدوها المفهوم الصغير. اعتبروها ان سوء الفهم ما بيبقاش من اللي قدامك، بيبقى منك. لو انت فاهم الكلمه هتعرف ترد عليها، هتعرف تعبر عنها. حضرتك كلمه عامل معناها واضح، ان انت راجل تكون حاطط اي حاجه تحت بند اي حاجه عامل، في نظافه، في انشغالات، في اي حاجه عايزها المجد. بمعنى ادق خدام باليوميه، خدام بعقل، ده المبدأ عندهم. عشان كده قالها لك واضحه، قال لك احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر، كانك بتشتغل في التكيه اللي بابا عملها لك بالظبط. ما هي دي التكيه اللي كان بابا حسني عاملها، اللي ربنا يكرمه هو ومراته وعياله ودنيته. وكل الموظفين دول مكتوبين عمال. كل الموظفين مكتوبين عمال. ايوه عشان كده انتوا مش فاهمين حاجه. علشان كده هم عملوا معاكوا ايه؟ دلوقتي لما بيجي يوزعك يحطك على المواقف عامل، هيرميك على انشغالات عامل. اتفضل يا حبيبي. معلش هناخد بالراجل اتفضل. رأيك لما دي قال ان التوزيع تكتب قوائم من 193 العودة للعمل. طب قبل ما تقول الكلمتين، بصوا يا جماعه، نبص سوا على اللقاء بتاع المحافظ امبارح وبعد كده نكمل كلامنا. ماشي؟ اوكي.